يامي. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة، واو. اللحمة دايبة دايبة دوب. مفيش أجمل ولا أسهل من ورقة اللحمة اللي نبتدي بيها أول يوم رمضان، أو لو عندنا عزومة والوقت ضيق. أسهل طريقة وأجمل طريقة وحاجة تشرف. شوفوا الخضار دايب، حاجة كده صحية، لا هو سوتيه ولا هو بصلصة، حاجة هادية وجميلة ومتوازن الطعم واللون. يلا بينا. انا امل، وده مطبخي، وده دفى البيت. عندنا خضار متقطع ولحمه شرايح او مكعبات او مفرومه، والخضار العبوا فيه زي ما انتوا عايزين، خدوا الطريقه وغيروا زي ما انتوا عايزين. شيلوا الجزر، حطوا كوسه، حطوا الجزر، زودوا فاصوليا، مفيش ده ولا ده، حبه بطاطس وبصل وحبه فلفل الوان. وعبال ما قطعت وجهزت، رحت احضر مكسرات للكنافه بتاعه رمضان. قلت ورقة لحمة هعمل جنبها أبسط كنافة سهلة تفكرنا ببيوتنا زمان. وسامعين صوت الطشة الجنان ده؟ دي بقى الأكل بيتكلم. أول حاجة، أيوة زي ما انتوا شايفين، هدي اللحمة صدمة، أشوحها كده بالراحة. شوفوا الجمال. لو شامين الريحة بقى معايا وهي بتتشوح كده، هحط لها فص مستكة وحبة فلفل أسمر. ويا سلام بقى لو جوزة الطيب، يبقى اكتملت. بس ما كانش عندي، هي كانت محتاجة رشة جوزة الطيب، بس الريحة كانت قلبة المطبخ. هشوحها مش هسويها، هتبقى لسه برضو طرية وجوسي. هطلعها، حطيت معلقة سمنة بلدي وشوحتها فيها، ومكانها ما حطيتش بقى سمنة تاني خلاص. البصل مش هسويه، بس هشوحه ياخد ريحة اللحمة بس مش أكتر. ووراها الخضار، البسلة، الجزر اللي عندكم، كوسة، فاصوليا، أي خضار بيبقى طعمه لذيذ. ولو الأولاد ما بيحبوش الخضار، صدقوني في الأكلة دي هيحبوها. اوعوا تنسوا يعدي يوم في رمضان، حاولوا في يوم تعملوا الأكلة دي لأولادكم أو في عزومة. حطينا الجزر، مش بسوي خالص، كل ده بقلب السريع بس. ريحة التفريز اللي في البسلة تروح، واحط بهاراتي، ملح، فلفل اسمر، شطة، بابريكا، جنزبيل، بصل بودر، توم بودر، السبع بهارات. مفيش خالص، اتعودنا ملح وفلفل اسمر هو ده الاساسي. شوية شطة حمرا وبقلب. وحطيت البطاطس، حطيت الفلفل الالوان وقرن الشطة الحراقة. لا، الحراقة خليه، ابو علي بيحب يحطه في الورقة بتاعته، العيال مش بتستحمل، بحط لهم حاجة بسيطة. وهنا بقى السر، ابو علي معانا في رمضان الاكله دي ما بتبقاش حلوه الا باللمه. اللي بيساعدني في التقطيع ابو علي بيلف لي الورقه. شوف حطينا خضار من تحت، هو حاطط ورق زبده وبعدين ورق الالموني. ورق الزبده هو اللي عليه الخضار، وحطينا خضار. الطماطم الحاجه الوحيده اللي قطعتها وما شوحتهاش على النار عشان ما تصلصص. اهو اللفه دي بقى، حطينا الخضار وحط قرن الشطه الحراق. واهم حاجه اللفه، لازم يلفها بإحكام كويس عشان البخار ما يطلعش ويتسرب بره الورقة، يبقى مكتوم جوه الخضار، يسويه من غير ولا نقطة مية. أكلة صحية ولذيذة وطعمة 100%. وهنا علم الورقة بتاعته، برمها شوية كده عشان محدش يتلخبط فيها وبقه يولع نار. وبحطها في صينية ألمونيا، أرص الورق بتاعي وأعلي الفرن الأول على درجة حرارة عالية، وأحطه 5 دقايق عشان يجيله صدمة وينزل البخار بتاعه. بعد كده هدي النار واسيبه من ساعة لساعة إلا ربع ساعة. دلوقتي هعمل بقى التمر بلبن بتاعنا الجميل بطريقتي أنا، بالموز والمكسرات والتمر. تمر مبلول مفيهوش سكر. شوفوا الجمال ده بقى، نشربوه بعد ايه ما ناكله كده ونصلوا التراويح، نهبط نحلي. وهنا المدفع ضرب. منى بتغرف الرز، كنت عامله شويه رز بسمتي، بتتاكل اولا مع رز. مفيش رز بشعريه، مفيش رز بتتاكل بالعيش، بتتاكل باي حاجه. انا ما اكلتش معاها رز، انا اكلتها حاف كده مع التمر هندي بقى المشروب بتاعنا. وايه، صوما مقبولا وافطارا شهيا. والحمد لله كلتها كده بالخضار، شبعتني. هي وجبة مشبعة ولذيذة وطعمة مهرية. اللحمة دايبة، الخضار دايب، ولا حطيت في حلة ولا زودت مية ولا صلصة ولا غيره. حاجة جميلة ومن الآخر. بعد ما صلينا التراويح، وحمدي يا حبيبي ادعوا له بقى في الثانوية العامة بالنجاح، جه من دروسه هبطان كده، خد صلى التراويح وخد كوباية زي دي. أما بقى الكنافة العسولة دي، بصوا هشة وجميلة، وكمان سواري قرمشة مقرمشة، وفي نفس الوقت طرية ولذيذة.
ويا ريت لو عجبكم تكتبوا لي في التعليقات وتعملوا مشاركة لاختكم. اوعوا تبخلوا عليا. رمضان كريم.